السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في اقتراح جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية. بالنسبة لاقتراحنا اليوم غادي نحضر معكم أسهل وأنجح طريقة لتحضير ورقة بسطيلة بلا عذاب بلا تمارة، كتوجديها في رمشة عين، كتجي رائعة جدا. غادي نضيف لها واحد المكون سري اللي غادي يعطيها واحد الطراوة وكتبقى معنا مقرمشة واحد المدة طويلة. هاد الورقة ديال البسطيلة مستحيل أنها ترتق معاك أثناء الطي، كتجي رائعة جدًا. اللهم نحضروها في المنزل ديالنا وبالكمية اللي حنايا بغينا، فكتجي رائعة بزاف. نتمنى إن شاء الله تجربوا هاد الطريقة اللي غادي نشارك معاكم، فكتجي أحسن من غناخدوها من على برا. نتمنى إن شاء الله تجربوها، وأنا أكيد غتجربوها وغتكون ناجحة معاكم من أول تجربة. وإلا عجبكم أخواتي راه فيديو اليوم حتى نتوما شاركوه مع الأصدقاء مع العائلة على هواتفكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ونبداو على بركة الله. فهنايا عندي جوج ديال الزلايف ديال الدقيق الأبيض أولا دقيق الفرص، نوعية جيدة ممتازة. هنايا هاد جوج زلافات، كل زلافة كتوزن ليا 200 غرام، اللي هي في المجموع 400 غرام ديال الدقيق الأبيض أو دقيق الفرص. غادي نضيف له واحد الرشة خفيفة ديال الملحة، وهنايا غادي نضيفوا بياض البيض. غتقولوا لي علاش بياض البيض في هاد الوصفة هادي ديال ورقة البسطيلة؟ لأن غتخلي الورقة ديالنا طرية نخدموها بكل سهولة، بالإضافة أن هاد البياض ديال البيض فكيعطينا واحد الطراوة. العجين ديالنا ملي كنحضروا به بريوات سوا مالحين أو حلوين ما كيطرطقوش معانا وما كيديروش لنا ديك النبيبيلات اللي تيكونوا من الفوق. فنتمنى إن شاء الله تجربوا بهاد الطريقة هادي اللي غادي نشارك معاكم، وغادي تشوفوا إن شاء الله غتكون ناجحة معاكم، سواء استعملتوها المالح أولا الحلو. هنايا غادي نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ غير شوية، ما يكونش الماء سخون بزاف. والعجين ديال هاد الورقة ديال البسطيلة فتيكون قاصح شوية على العجين ديال المسمن. كنعرفوا أن العجينة ديال المسمن تتكون عجينة متماسكة، هذا يكون أقصح منه شوية. ونحاولوا ندلكوه بالإيد ديالنا تقريبا واحد المدة ديال 4 ديال الدقايق، وحنايا كندلكو في هاد العجينة ديالنا حتى كتنسجم ليا هذيك المكونات. هنايا غادي نوضعو في واحد البلاصتيكة ونخليها ترتاح ما بين 10 حتى ل15 دقيقة، ونرجع ليها إن شاء الله. كنلقى العجينة ديالنا أنها ولات معنا مرخوفة بهذا الشكل ورطبة ولينة في نفس الوقت. هنايا غادي نشكلها على شكل حربول باش كيسهل معايا أنني نقطعها بكل سهولة. هنا بالنسبة للكويرات نتوما كتحكموا فيهم، بغيتوا بورقة ديال البسطيلة صغيرة أولا كبيرة أولا حجم متوسط. على أيٍ أنا درتهم هنايا شوية كبيبرين، بغيت الورقة تجيني شوية كبيرة. وهنايا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا غير واحد 5 ديال الدقايق ونبقى نطلق فيهم. هنايا ضروري كنرشوا الدقيق بواحد الكمية كما كتلاحظوا معايا باش ما تلصقش معانا. هاد الورقة هادي أنا حضرت بها بريوات بالكاوكاو، جاو رائعين رائعين جدًا. فهاد الورقة هادية كتغنينا على أنك تمشي تاخديها. الصراحة كناخدو كيلو تقريبا، دابا راه داير 30 درهم أو أكتر يعني على حسب الأماكن. وكذلك ما كتكونش معنا واحد الكمية كبيرة، بالإضافة أنك تتبقاي تنتظري النوبة ديالك. اللهم حضرها في المنزل. كذلك كاين مناطق اللي ما تتكونش متوفرة ليهم أولا بعادين من البلايص اللي كيبيعوا أولا المحلات اللي كيبيعوا الورقة ديال البسطيلة. هذه الصراحة كتصاوبها في المنزل ديالك واحد الوقت اللي سريع جدا، وكذلك دفعة واحدة كما كتلاحظوا معايا. فهنايا غادي ندير 8 ديال الكويرات بوحدهم و8 بوحدهم. كنبقى دائما كنطلق وكندير بيناتهم الدقيق باش ما يتلصقوش لكم. ضروري كديروا الدقيق باش كتبقى لكم كل وحيدة بوحدها. هنايا درت 8 غادي نطلقهم بوحدهم، والجهة الآخرى كما كتلاحظوا معايا حتى هي غادي ندير ليها 8 بوحدهم. كنحاول المرة الأولى نطلقهم غير بهذا القياس هذا، ودائما كندير الدقيق وكندور العجينة وكنتأكد أنها ما غاديش تلصق ليا إلا حطيتها فوق الورقة اللي قبل منها. هنا بعد ما كملتهم هنا درت 8 كما كتشوفوا معايا، يعني راه ما كيلتصقوش لينا لأن الدقيق ما تيخليهمش يلتصقوا. وهنايا غادي ندوز نوجد هاد الخلطة هادي اللي غتخلينا كل وريقة ملي كنطيبوهم ما كيلتصقوش معنا وكتبقى كل وريقة بوحدها. هنايا درت كمية ديال الزيت وغادي ندير تقريبا هنايا واحد 2 معالق ديال الدقيق الأبيض أولا دقيق الفرص. أنا غادي نزيد الكمية لأن بانت ليا ثقيلة، ما خاصهاش تكون ثقيلة.
تكون كريمة بحال هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. صافي هنايا وغادي نبقى نطلق هاد الوريقات هادو، فكندير واحد الكمية ديال الزيت، إما تلقوها هكا بالشيتا أولا غير بالمعلقة، ما نكتروش غير واحد الكمية قليلة، ونوضع فوقها الورقة اللي قبل منها، يعني كل ورقة كنوضعو فوق منها ورقة حتى نكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة. طريقة ساهلة وتوجديها بسرعة، وهاد الورقة ديال البسطيلة الصراحة ما كتقطّعش وكتبقى من عندِك، يعني تقدري توجديها اليوم حتى الغد لي عاد تستعمليها كتبقى هي ماشي بحال الورقة اللي غنجيبوها على برا، خاصكِ ضروري تستعمليها في نهارها. وكذلك هاد الورقة هادي كتبقى مقرمشة هنا شوفوا معايا هاد الطريقة اللي كندير، كنحاول نضغط باش كنثبّتهم، علاش كندير هاد الطريقة؟ باش ملي نجيو نطلقوهم ما يتزلقوش معانا، يعني ما تبقاش لينا ورقة صغيرة داخلة وورقة خارجة. يعني كتحاولوا تضغطوا على دوك الجوانب على الوسط حتى ملي نبغي نطلقهم غادي عاوتاني نضغط عليهم. وهنا كذلك نفس الطريقة كتقلبوا باش يبان لكم هذوك الكويرات وحدة شادة على وحدة، يعني ما فاوتينش ما كيتفاوتوش معانا، يعني لأن فيهم هذاك الزيت باش ما يبقاوش يتزلقوا معاكم كنديروا هاد الطريقة أولا هاد العملية هادي. وهنايا غادي ندوز نطلق هادوك ال8 الوالا اللي درتهم الأولين. هنا من الأفضل غادي ندير واحد البابي كويسون باش كيساعدنا أننا ملي نبغيو نهزوهم ما كيعذبوناش يعني وتيبقاو كذلك محافظين على داك الشكل ديالهم. هنا شوفوا معايا الحجم اللي درت، هنا غادي يسهل معايا نهزهم، وهنايا وضعت مقلاة ثقيلة فهاد الورقة ديال البسطيلة ما كنحتاجوش أن يكون عندنا الطيفان أولا كذلك الشيتا حتى هي كتعذب وكتاخذ لنا واحد الوقت. هنا كنوريكم الشعلة تكون ميتة، يعني تكون النار مهيلة، المقلاة كنسخنوها من قبل حتى كتسخن معانا، وكنزلوا لها درجة الحرارة نخليوها تنقص من هذيك درجة الحرارة، عاد نرميو هادوك الوريقات ديالنا. كتشوفوا معايا غير كيتشمعوا كنحاول نقلبهم بسرعة. هنا الطريقة راها واضحة، كيبان لكم أنهم صافي بداو كيتفرقوا من دوك الحواف، صافي كتزولوهم من فوق النار، ما تعطيهمش الطياب بزاف. أنا غادي نشارك معكم غير هاد ال8 الأولين، عاد نكمل إن شاء الله ال8 الآخرين. هنا شوفوا معايا كنحاول نقلبهم، هنا صافي كيبداو يتحلوا معاكم من هادوك الجوانب، صافي كتزولوهم. ما تفوتوش لهم الطياب باش ما تقروش معاكم أو تقصح معاكم، يعني تبقى هاد الوريقات هادو يبقاو طريين. شوفوا معايا أنا غادي ندوز نزولهم بهذا الشكل هذا. هنا شوفوا معايا راه رقيقة، هنا باقي ما دهنينا ما والو وكتبان لكم رقيقة. ملي غادي ندهنوهم غتبان لكم الشكل ديالهم راه كيجي رقيق. حاولوا معاها هكانية غير بشوية حتى كنفك هادوك الوريقات كاملين. هداك الزيت والدقيق اللي درنا ليهم كذلك هداك الدقيق اللي درنا في الأول كيساعد لينا أن العجينة ديالنا ما كيلتصقوش وكذلك ما كيتقطعش معنا هاد الورقة. شوفوا معايا هنايا، يعني الأصابع ديالكم كيبانوا من خلال هاد الورقة هادي. راه شي مرات كنجيبهم من على برا ما كتصدقش لينا زوينة. هنا غادي ندوز ندهنهم كاملين بالزيت، ضروري كدهنوهم في هاد المرحلة هادي، كتفكوهم هما مازال سخانين. هنا كنبقى ندهن وريقة بوريقة. هنا غنبقى نحط وحدة فوق وحدة وندهن، يعني اللي وضعتوها كدهنوا بشوية ديال الزيت باش كتبقى معاكم رطبة وطرية كذلك. هاد البريقات ديال البصلة الصراحة نحضروا بهم أي حاجة فما كترتقش معانا وما كديرش لينا داك النبيلات من الفوق، كتبقى الشكل ديالها زوين. هنا شوفوا معايا بعد ما دهناهم، هنا كتشوفوا معايا الإيد ديالي كتبان ورقة اللي هي ناجحة ورقيقة. نتمنى إن شاء الله تجربوها. كما لاحظتوا معايا ها نتوما ما كتقطع ما حتى شي حاجة، كتبقى محافظة على داك الشكل ديالها. وشي مرات راه كنجيبوها وكنضيعوا فيها كتلقايها إما ناشفة إما بدات كتقطع، وبعد من بعد كتلقايها كاع غليظة يعني ما زويناش كل مرة وأنتِ كيف لقيتيها. هنا شوفوا معايا كتجي رقيقة، رقيقة بزاف، صالحة لأي نوع ديال المملحات أولا كذلك بريوات مالحين، نحضروا بها سيجار يعني كيجيو رائعين، رائعين جدًا. ووفرنا علينا كذلك الجهد، ووفرنا علينا كذلك يعني حتى الجيب ديالكم. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هاد الفيديو هذا وتشاركوه مع الأصدقاء ديالكم.